السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك للقناة، نفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإعجاباتكم بقى لو الحلقة عجبتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة عندنا ماتش مهم جدا، بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني مصر إن شاء الله، وده خلاص بعد قليل بإذن الله الماتش. النهارده يعني كابتن حسام حسن عامل لنا تشكيل، انا مش متفائل يعني مبدئيا. التشكيل اللي نازل للمنتخب فاجئني الصراحه جامد، لان التشكيل يعني انا كنت بتكلم مش عايزين كل النجوم تنزل مع بعضيها، عايزين ندي ارتياحيه للعناصر بتاعتنا. صلاح يلعب براحته، مرموش يلعب براحته، ننزل بقى بتشكيل مصطفى محمد. يعني احنا اتكلمنا في القصه دي كلها. اتفاجئت من تشكيل الشناوي هيلعب، خلاص تمام ماشي. ايه اللي بقى المفاجاه في التشكيل؟ انت عندك الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، وخالد صبحي. هو مقتنع جدا بخالد صبحي، مع ان انا شايف خالد صبحي يعني متواضع، بس هو كويس. بس برضه خالد صبحي في المطوشه دي المفروض يتقل عليه شويه. منزل معاه محمد حمدي واحمد عيد. طبعا احمد عيد انا شايفه هو بيلعب باك يمين، واحمد عيد انا مش عارف هيوظفه ازاي، هو هيوظفه ديفندر. المفاجاه بالنسبه لي مين؟ مروان عطيه. طب مروان عطيه كان متصاب، والنادي الاهلي كلم حسام حسن وكلم المنتخب برضه عشان مروان عطيه ما اشتركش مع الاهلي في المطوشه اللي فاتت دي كلها. فمروان عطيه دلوقتي متصاب وعنده اصابه ولسه ما اتعالجش، ولسه ما خدش الاشفاء بتاعه، ولسه ما نزلش التدريب الاجتماعي مع الاهلي الجماعي. فالكلام ده كله لسه مروان عطيه ما تاهلش وما اشتبكش خالص. يعني اصدره في ماتش زي ده، دي علامه استفهام. ماتش بوركينا فاسو ده يا كابتن حسام ده ماتش عمرك، يعني خلاص ده التاهل، عشان تشتري دماغك بقى خلاص. يبقى احنا خلاص اتأهلنا بقى زي مع تونس بقى ومع المغرب بقى والناس دي، وضمننا الصعود وشكرا على كده، ونشتري دماغنا. فكونك تغامر وتنزل مروان عطية النهارده، انا اتفاجئت الصراحة. ماتش زي ماتش بوركينا فاسو ده هتلاقي ماتش عايز لياقة بدنية وجري كتير، عايز شغل، عايز شغل جامد. ماتش النهارده ان شاء الله ماتش حياة او موت، عشان خلاص بنحسم التأهل ونشتري دماغنا. بوركينا فاسو منتخب محترم جدا، محترم جدا وهيتعبنا. فكونك اللي هتلعب مع مروان عطية دي انا مستغرب منها. واحمد نبيل كوكا، طب ما مهند ناشئين اثر معاك في حاجه؟ ما انت بتلعب مهند ناشئين معاك. احمد نبيل كوكا فبرضه حاجه غريبه. هيلاعب بقى تريزيجيه النهارده، وهيلاعب مرموش وصلاح. مرموش بقى ايه وظيفته؟ انا شايف مرموش النهارده هيلعب بمرموش مهاجم، وتريزيجيه هيلعب جناح مع صلاح هيلعب جناح. طب ما هو مصطفى محمد احنا جايبينه ليه؟ يعني مصطفى محمد ده الماتشة دي بتاعته، هيهد معاك الدفاع، وبدني كويس وهيعمل لهم دربكه قدام، ونستفاد بمرموش على الجنب في خطورته، ونسيب تريزيجيه من احتياطي ويبقى نزله الشوط التاني. يعني تريزيجيه انا شايفه لازم يذبح، منحاسه معاه جامد تريزيجيه. يعني تريزيجيه ده انا بحبه جدا جدا. فانا التشكيل بالنسبه لي عليه علامه استفهام جامده جدا يا كابتن حسام، وانا مش متفائل خالص بالتشكيل ده. انك رايح تلعب فيها على ارضها وتلعب بالتشكيل دوت بعناصر زي مروان عطيه ما بيلعبش، وهتلعبه ماتش زي ده، دي صراحة مقلقاني جامد. وطبعا في كلام مهم جدا، ان يعني خبر سمعته من اعلاميين ومن تحت كده، وكام واحد اتكلم عليه، والموضوع ده زعلني جامد جدا على كابتن حسام. كابتن حسام العميد محترم جدا، وانا بعزه وبحترمه جدا جدا جدا. فاسمع اخبار ان كابتن حسام حسن مهما عمل، ولو راح افريقيا وعمل بطولة محترمة، ولو اخدها ولو عمل، سمعت ان هو في كاس العالم من الانديه، كاس العالم المنتخبات الجايه ان شاء الله السنه الجايه، مش هو هيبقى مدير فني للمنتخب، مدير فني اجنبي. ازاي؟ الخبر ده لو فعلا حقيقي هيبقى فيه ظلم جامد جدا لكابتن حسام. يعني كابتن حسام كنا كلنا اصلا بنشيد بيه، وكلنا قلنا على العميد وكابتن حسام هو اللي يمسك المنتخب، واحنا عاصرنا وشفنا الازمات، شفنا المنتخب كان بيعمل ايه. فكابتن حسام يعمل بطوله محترمه ويعمل افريقيا ويعمل مطوشه ويوصلنا كاس عالم، وفي الاخر تقول له سلام عليكم نشوفوا حد تاني يدرب المنتخب في كاس العالم. انا مش مع ده خالص خالص. فاتمنى ان الخبر ده يكون كذب، والخبر ده يكون مش تمام. طبعا في خبر
مش حلو لنادي الزمالك. خبر الصراحه يعني هيقلب الموازين نادي الزمالك شويه. وهي ارض 6 اكتوبر. ارض 6 اكتوبر عملت ازمه ماليه ودربكه في نادي الزمالك وكلام كتير جدا جدا، من ضمنهم السامبا البرازيلي وهو خوان الفينا. خوان الفينا يعني خلاص نادي الزمالك بقى خلاص حلمه في خوان الفينا. قال لك خوان الفينا هيشيل بقى نادي الزمالك وتقل لهم الصراحه الفريق، وبقى عنصر اساسي من الفريق، وطبعا لا خلاف عليه لاعب مهاري وخطير جدا. دلوقتي النادي بتاعه اللي كان بيلعب فيه الاوكراني، النادي الاوكراني رافع شكوى على نادي الزمالك اللي هو اتاخر في مستحقات سداد مين؟ خوان الفينا. طبعا يعني الزمالك مش محتاج ومش ناقص الكلام ده كله. يعني الراجل لسه جاي وبيلعب، فاتمنى ان المشكله دي تتحل، لان برضه اخوان الفينا صراحه عامل جو حلو وجو حماسي في الدوري المصري يعني مع نادي الزمالك الصراحه. انا اتمنى ان الزمالك تشتغل في الملف ده وتخلصوا اول باول، لان هتخسروا. لان انا شايف دوت هيبقى خلاص دوت مستقبل لنادي الزمالك ان شاء الله. هنيجي طبعا للقوه الضاربه للنادي الاهلي ان شاء الله، بعد طبعا ما توقف خلاص الماتش دوت، وهنرجع للدوري تاني. واول ماتش لينا مع انبي، اول ماتش لينا مع انبي في قوه ضاربه ان شاء الله هتكون موجوده، وهم 4 عناصر، هم 5 عناصر بس من ضمن 4 عناصر مهمين جدا للنادي الاهلي. وهو على راسهم مين؟ امام عاشور. امام عاشور طبعا هيبقى احتمال كبير هيبقى قاعد على الدكه، بس ان شاء الله هيشترك في ماتش انبي. وطبعا معانا ياسر ابراهيم، ومعانا ياسين مرعي ومحمد شكري. طبعا العناصر دي طبعا مهمه طبعا. عندك قلبين دفاع، احنا شفنا اشرف داري. اشرف داري خلي بالكم من كتر الاصابات خلاص يعني كلام موثوق منه داخل النادي ان في شهر يناير اللي جاي اشرف داري خارج النادي خلاص، شكرا على كده. اشرف داري في يناير اللي جاي هيكون طالع اعاره بقى بيع خلاص، هو هيمشي مش هيكمل مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي هيجيب 2 مدافعين، واحد محترف وواحد محلي. فدوت للسنتر باك بتاعت النادي الاهلي اللي جايه. وطبعا القوه الضاربه طبعا اكيد هنستفاد بيها، اكيد طبعا رجوع امام عاشور، ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، كل ده، محمد شكري. احنا ما عندناش باك شمال لحد دلوقتي، يعني حاجه مزولانا، هو لا شمال ولا يمين. ان شاء الله في يناير اللي جاي احمد عيد هيبقى بنسبه 90% هيبقى في النادي الاهلي، هيضيف طبعا للجبهه كويس جدا. طبعا مدرب الاهلي وكلام كتير على مدرب الاهلي اللي هو مين؟ باولو بنتو. باولو بنتو البرتغالي، هو طبعا قبل يعني اخد فتره راحه وهو مش عايز يدرب دلوقتي. قال لك لا انا عايز فتره راحه وعايز استجم شويه واخد نفسي والكلام ده. بس هو في برضه علامه استفهام، لان هو كان اخر منتخب كان بيدربه مين؟ هو منتخب الامارات. فطبعا هو ما عملش انجاز مع منتخب الامارات، وانا شايفه اللي هو فشل مع المنتخب الاماراتي، فاهمين قصدي؟ وهو عايز فترة راحة. الأهلي طبعا شغال عليه اتصالات بقى ودوت وبيكلمه ومش عارف ايه وبتاع، وبيشتغل بجدية مع انه مبلغه عالي. هو جاي بمبلغ عالي وجاي كمان عايز تيم كامل فيه 6 مساعدين هم جايين معاه. طبعا هم كابتن عماد النحاس، محمد نجيب، الناس دي كلها هتروح فين؟ فدي برضو حاجة غريبة جدا. بس الأهلي مصمم، هو عايز يرتاح وطالب الراحة من النادي الأهلي ومش عايز. بس هو دلوقتي بعد الكلام الكتير ولقى النادي الأهلي مصمم بقى، بيفكر دلوقتي ان هو خالص ان هو ايه يتعاقد مع النادي الأهلي. دي يعني حاجة بالنسبة لباولو بنتو. فطبعا اتمنى النهارده الفوز لمنتخب مصر، ونريح دماغنا بقى ونصعد بقى ان شاء الله لكاس العالم على خير. وطبعا والكلام الكتير اللي هو بتاع دوت حسام حسن ازاي يرفض ماتش زي منتخب البرازيل وبتاع. في ناس مش مؤيدين، ناس بتقول لك ده منتخب البرازيل، ما احنا هنلعبه في افريقيا مين؟ هنلعبه غانا والكاميرون والسنغال. طب ماشي يا جماعه، بس لازم نلتحم بالاجواء الافريقيه، نلعبوا منتخبين افريقيين، نخلوا البرازيل بقى والفرق الاوروبيه ديت نخلوها لكاس العالم عشان نحس بالاجواء. في ناس مش مؤيده وفي ناس مش مؤيده. فانا طبعا اتفق مع كابتن حسام. ويا رب تكون الحلقه تنال اعجابكم باذن الله، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله.